نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول السائل أبو عبد الله: تنازع شخصان في الكسوف، فقال أحدهما بأنه من غضب الله، وقال الآخر بأنه تخويف من الله، فمن هو المصيب في ذلك؟ المصيب من قال إنه تخويف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرح بذلك، فقال: يخوف الله بهما عباده. لكن قد يكون هذا التخويف لعقوبة انعقدت أسبابها، ولهذا أمر الناس عند الكسوف بالفزع إلى الصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والتكبير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، مما يدل على أنه إنذار وتخويف لعقوبات انعقدت أسبابها.